مشاهدينا الفاضل، اهلا ومرحبا بكم من نشرة اخبار الفضائيه الاريتريه لهذه الفتره، يصحبكم فيها محمود عبد الله بكفاح، والتي نستهلها باهم وابرز العناوين. وزاره الزراعه تعلن بدء هطول امطار متوسطه المعدلات في كافه ارجاء البلاد. مشروع قرصة الزراعي يحصد انتاج مرضي من الفواكه. ونسبة الإصحاح البيئي الأهلي تبلغ 85% في مديرية سرونا. تركيا توقع مذكرة تفاهم لدعم انضمام فنلندا والسويد لحلف شمال الأطلسي. ومحادثات ليبية تنطلق في جنيف برعاية أممية. مقتل مسلحين في تبادل لإطلاق النار عند بنك في كندا. مرحبا بكم من العناوين إلى التفاصيل. أعلنت وزارة الزراعة بدء هطول أمطار متوسطة المعدلات في كافة أرجاء البلاد، ووفق المعلومات الرسمية الواردة من مراكز الإرصاد الجوية، تأكد بأن شمال شرق إفريقيا بما فيها إريتريا ستشهد هطول أمطار غزيرة اعتيادية وغير اعتيادية في الفترة من يونيو وحتى سبتمبر، ولذلك بدأت هطول أمطار غزيرة من منتصف يونيو في كافة أرجاء البلاد حسب مسؤول وحدة الزراعة الميثرولوجية السيد تخستي واللي جبريل. وأوضح السيد تخستي بأن نقاط الإرصاد الجوية والتي تدار بواسطة وزارة الزراعة أوضحت هطول أمطار بمعدل متوسط في إقليم القاش بركة منذ منتصف يونيو وآخر أسبوع من يونيو في الهضبة الإريترية بمعدل 112 مللتر في شمبوقو و103.4 في دسي و101.3 في ماي شغلي و97.3 في قلوج و94.5 في أم حجر. وسجلت بعض المناطق في الإقليم الجنوبي 70.5 مللتر بعد دخالة و59.9 في ميمني و58.4 في مندفرة و46.1 في دباروها و44 في شكتي، فيما تشهد مناطق الإقليم الأخرى انتشارا جيدا لهطول الأمطار، بينما شهدت مناطق فلدارب وكرن وليبنا وعريتاي وحمل مالو في إقليم عنسبة هطول جيد للأمطار. وسجلت نقاط الدحوشة التي بدأت فيها الأمطار خلال الأسبوع الماضي 49.1 مللتر و34.8 في مرحانو و42 في همبرتي و13 في كتمولع. ويتوقع هطول أمطار غزيرة في الأوسط خلال شهر يوليو. وناشد سيد تخص المزارعين والرعاة لاتخاذ الحيطة والحذر من الأمطار الغزيرة المصحوبة بالرياح العاتية والثلوج التي بدأت تهطل في بعض مناطق البلاد وتسببت في إحداث أضرار بالمواشي والممتلكات، داعيا لتقوية أنشطة حماية التربة والمياه والسيطرة على أمراض المحاصيل والآفات التي تظهر مع غزارة الأمطار بالتنسيق مع الخبراء الزراعيين. أفاد المشرفون والمهنيون الزراعيون الناشطون في مشروع قرصة الزراعي حصاد إنتاج جيد من الفواكه. وأوضح مسؤول المشروع السيد أمينية تسفى ميكائيل بأن المشروع ينشط في تنمية الخضر والفاكهة والثروة الحيوانية والزراعة المطرية، ويمتلك 4200 من الخراف و400 بقرة وحوالي 80 من الجمال، كما تم تمهيد حوالي 1500 هكتار من الزراعة المطرية. ويجري العمل الجاد لتوسيع تنمية الفواكه التي تحقق نتائج جيدة في مساحة قدرها 230 هكتارا. وذكر بأن المانجو النامية في 112 هكتار ظلت تؤتي أكلها من حيث النوعية والكمية، فضلا عن زراعة البرتقال في 66 هكتارا والتمر في 16 هكتار والبهاش في 5 هكتارات. وقال تخلوين حبتي خبير تنمية الخضر والفاكهة بأن التجارب التي أجريت في مختلف أنواع الخضر والفاكهة أثبتت ملائمة المنطقة للفواكه وخاصة فاكهة المانجو، وكنتاج لذلك تم حصاد 2000 كنتال من المساحة النامية فيها المانجو. كما أن المشروع خلق فرص عمل واسعة لسكان منطقتي قرصة وأكلالات إضافة إلى الإنتاج الزراعي. نفذت 82 قرية في مديرية سرونا برامج الإصحاح البيئي بالكامل وفق البرامج الموضوعة للحد من الأمراض المعدية. وأوضح السيدة حنون موائل مسؤول الصحة العامة في المديرية بأن نسبة 85% المسجلة هي نتاج الوعي المترسخ، مناشدا القرى المتبقية تنفيذ البرنامج وتعزيز المدراء ولجان القرى لدورهم.
وقال سكرتير الجبهة في المديرية سيد تخلا أبدستا بأن تأمين الصحة العامة مسألة لا تترك للحكومة وحدها، بل يجب على المواطنين المشاركة الفاعلة والواعية فيها. هذا ولا تزال 14 قرية من أصل 96 من قرى المديرية لم تنفذ برنامج الإصلاح البيئي كما ينبغي. استشهد المناضل سليمان حسن كليم عن عمر بلغ 72 عاما إثر مرض ألم به. التحق المناضل سليمان حسن كليم إلى صفوف جبهة التحرير الإريترية عام 1967 وعمل قبل الاستقلال في الجبهات القتالية ومثل التنظيم في مختلف المدن السودانية، وبعد الاستقلال عمل في إقليم شمال البحر الأحمر موظفا في الإدارة والجبهة، وهو مناضل خدم شعبه ووطنه بوفاء وإخلاص. المناضل سليمان حسن كليم متزوج وأب ل7 أبناء، وقد وري جثمانه الثرى في 23 من يونيو 2022 بمدينة كسلا. هذا وتعرب الجبهة في شمال البحر الأحمر عن بالغ حزنها باستشهاد المناضل المناضل سليمان حسن كليم، وتقدم حرث تعازيها لأسرته ورفاقه وزملائه. مشاهدينا الأفاضل، كانت هذه الأخبار الداخلية. فاصل قصير ونوفيكم بالأخبار العالمية، فابقوا معنا. مرحبا بكم على صيد العالمي. وافقت تركيا بعد محادثات استمرت 3 ساعات على انضمام فنلندا والسويد إلى حلف شمال الأطلسي الناتو على هامش قمة الحلف في مدريد. وأعلنت الرئاسة التركية أن الرئيس رجب طيب أردوغان حصل على تعاون كامل من البلدين ضد مقاتلي حزب العمال الكردستاني وحلفائهم. وأعلنت الرئاسة الفنلندية أن تركيا وقعت مذكرة تفاهم ترفع بموجبها رفض أنقرة ترشح السويد وفنلندا لعضوية الحلف. وهذا الاتفاق الذي وقعه وزراء خارجية الدول الثلاث أمام الكاميرات في بداية قمة الحلف يؤكد أن تركيا ستدعم في القمة دعوة فنلندا والسويد للانضمام إلى الناتو وفق ما قاله الرئيس الفنلندي ساولو نينيستو في بيان. وأعلن أمين عام الحلف يانس ستولتنبرغ أن قادة الدول الأعضاء في الناتو سيوجهون دعوة إلى فنلندا والسويد رسميا للانضمام إلى الحلف بعد توقيع تركيا مذكرة تفاهم بشأن ترشيح البلدين. انطلقت في مدينة جنيف السويسرية محادثات ليبية برعاية أممية تستهدف بحث مسودة الإطار الدستوري الخاص بالانتخابات. وشارك في المحادثات رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري ورئيس مجلس النواب عقيل صالح والوفدان المرافقان لهما، وذلك بحضور المستشارة الأممية الخاصة بليبيا ستيفاني ويليامز. وقالت ويليامز خلال كلمتها الافتتاحية أن الوقت حان لبذل جهد أخير واتخاذ قرار شجاع لضمان التوصل إلى حل توافقي تاريخي من أجل ليبيا، وجرى خلافات بين المؤسسات الرسمية الليبية ولا سيما بشأن قانون الانتخاب تعذر إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية عام 2021 ضمن خطة رعاها الأمم المتحدة لإنهاء النزاع في البلد الغني بالنفط. قتلت الشرطة الكندية مسلحين 2 خلال تبادل إطلاق النار عند بنك في مقاطعة كولومبيا البريطانية، أسفر أيضا عن إصابة 6 ضباط. وتم إخلاء منازل قريبة بعد اكتشاف عبوة ناسفة محتملة حسب ما ذكرت الشرطة. وذكر السلطات إنفاذ القانون أن أعضاء فريق الرد السريع وصلوا إلى الموقع في بنك مونتريال في سانتيش بجزيرة فانكوفر غرب الحدود مع ولاية واشنطن الأمريكية. وقالت شرطة مدينة سانيتش في كولومبيا البريطانية ما زال الحادث مستمرا في ظل وجود مكثف للشرطة في المنطقة. ونقل 6 ضباط إلى المستشفى مصابين بطلقات نارية. في الخبر الأخير، وافقت الدول 27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على حظر بيع السيارات الجديدة العاملة بالمحركات الحرارية اعتبارا من العام 2035، وذلك في إطار المساعي الرامية لخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من السيارات الجديدة في أوروبا إلى الصفر. وهذا المشروع الذي كانت المفوضية الأوروبية كشفت النقاب عنه في يوليو 2021 يعني عمليا فرض حظر في دول الاتحاد كافة على بيع السيارات الجديدة المزودة بمحركات تعمل بالبنزين أو الديزل والانتقال تاليا إلى المحركات الكهربائية. لكن القرار الصادر يلحظ إمكانية النظر في المستقبل فيما إذا كان سيتم السماح بالمحركات العاملة بالتكنولوجيات البديلة مثل الوقود الاصطناعي والمحركات الهجينة.
في نهاية النشرة لكم تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. وزارة الزراعة تعلن بدء هطول أمطار متوسطة المعدل في كافة أرجاء البلاد. مشروع قرصة الزراعي يحصد إنتاج مرضي من الفواكه. نسبة الإصحاح البيئي الأهلي تبلغ 85% في مديرية طرونا. تركيا توقع مذكرة تفاهم لدعم انضمام فنلندا والسويد لحلف شمال الأطلسي. ومحادثات ليبية تنطلق في جنيف برعاية أممية. مقتل مسلحين في تبادل إطلاق النار عند بنك في كندا. مشاهدينا الأفاضل، بهذا نكون قد وصلنا بكم إلى نهاية النشرة. شكرا على حسن المتابعة، دمتم بألف خير.